عسلامتكم، مرحبا بكم في كوجينتي. اليوم جبت لكم ماكله صحيه سهله وبنينه اللي هي مرقه العدس. شنو نستحقوا للمرقه نتاعنا؟ انا خديت 300 غرام عدس، نتوما تنجموا تاخذوا اكثر اما اقل تجيكم شويه، المستحسن اكثر العدس. خديته غسلته ونفخته حكاية 3 سوايع في الماء، وهاكا باش بعد كي نطيبوه يبدا لنا منفوخ وفي ساعتي يبنا ما شدناش برشا وقت. وكان نتوما نسيتو ما نفختوش تنجمو كان عندكم كوكوت هاكا تحطوه حكاية سويعتين في الكوكوت توا يتنفخ ويطيب لكم في ساعة، ولا حتى طيبوه طول في الكوكوت. باش ناخذو كعبة طماطم كبيرة باش من بعد نحكوها في الحكاكة نعملوها بيوري. باش ناخذو قرايم فلفل باش نفوحو بيه في الاخر. باش ناخذو راس بصل كبير ونفرموه، وانا الماء اللي نفخت فيه العدس ما لوحتوش خليته باش من بعد نمرق بيه باش هاك القوه نتاعو الكل ما تمشيش. باش ناخذو ملح وزيت زيتونه انا نطيب بيه، وانتوما كان تحبوا تطيبوا بالزيت نباتي انتوما واللي يساعدكم. باش ناخذو شويه زنجبيل واللفاح، عندي تابل، فلفل زينه نتوما تحبوا حار ولا حلو، انا عندي حلو، كركم، شويه فلفل اكحل، شويه هريسه، ومغرفه كبيره طماطم معجونه، وسنتيم ثوم نفرموهم. وخذيت شويه هبره بقري، وانتم ما كان باش تعملوا علوش هاكا التابل ما تحطوهوش. وهذا مقاديرنا. توا نحطو الزيت متاعنا، نحطو 4 مغارف زيت، ونحطو البصل باش نقليوه شويه، ذبلنا شويه البصل. توا نحطو ترونش اللحم متاعنا كيف كيف نحمروهم على جناب، نذبلو اللحم متاعنا كيف كيف لين يحمر شويه من الجناب. وهاكا نتوما كان ما تحبوش تحطوا اللحم تنجموا طيبوا العدس وحده من غير اللحم، ديجا وحده فيه برشا منافع سيرتو الحديد للصغيرات ولا حتى لي زونسانت باهي لهم. انا اليوم طيبت لكم مرقه العدس عن طلب اختنا اونسانت، قالت لي بربي طيبونا، يعني ان شاء الله ما نكونش بتيت عليك وان شاء الله تعجبك الوصفه. حمار شويه اللحم على الجناب الكل. توا ناخذوا الطماطم المعجونه متاعنا نحطوها نقليوها شويه ونزيدوها شويه ماء باش ما تشدناش، سولها الماء اللي خليناه متاع العدس، ونقليوها حكايه 4-5 دقائق. الطماطم تاعنا تقليت، وتوا ناخذوا الطماطم الفرشكه ونبرشوها بالحكاكه هذه. تحبوا تبرشوها انتم قبل ولا تبرشوها طول، يجاك القشر الكل تتنحى لكم كي باش تبرشوها، صايبك الماء متاعها. توا نزيدو قية لفاح متاعنا، كاو الملح ما نحطو لهاش ديما في العدس، نحطوه الاخراني باش العدس متاعنا يطيب لنا وما يحنجرش يولينا يقعد لنا يابس. نحطو اللفاح متاعنا ونحطو العدس وكا كيف قلت لكم العدس، ولا حتى تنجموا تنفخوه من الليل ومن غدوه طيبوه انتوما واللي يساعدكم انتوما. وكان عندكم الكوكوت هكا اسرع لكم واقل وقت، العدس يشد شويه وقت باش يطيب. نمرقوه توا نغموه بالماء اللي خليناه ونخليوه يطيب. توا الماء هذاك من بعد الكل يشرب، ما تخافوش منه تقولوا راهو برشا، ما طاب العدس الا الماء متاعنا اشرب. ديجا اللحم بالطبيعه لازم وقت زاد باش يطيب، كنغطيوه ونخليوه يطيب في عقله. نسيت الزنجير وما حطيتوش، ونغطيه ونخليه
وين تحسوه بدا يعقد. وشوفوا نتوما كعبة العدس تاع زيت التنفخ، انا جويد على محل العدس اللي عندي. كنتوما كاين خديتو لحشن هكا كيف هما يطيبوا. المرقه نتاعنا حطيتها 45 مينوت بدات تطيب العدس نتاعنا، وتوا باش نملحوها. وهاو كنتوما ذوقوا نتوما واللحم والعدس كي تحسوا اللحم طاب والعدس كيف طفيو عليها. باش نحط لها شويه ملح ونذوقوا كالملوحيه. باش نزيدها زيت 10 دقائق، وباش نزيدها شويه ماء باش ما تشحليش برشا، باش تجينا فيها شويه صوص. وانتوما كان تحبوها ما فيهش صوص شايحه شويه هكا انتوما تتحكموا في الماء، المهم ما تعملوهاش بحر شويه مش برشا. نعاود نغطيها ونخليها اوكي قريب تطيب. ارميو فيها قراين الفلفل قبل ب4 دقائق 5 دقائق هكاكا. مرقة العدس نتاعنا طابت، تو نطفيو عليها. وهاكا في الاخر ما تنساوش باش تحركوا شويه هكا من اللوطه باش ما تشتلكمش، خاطر كي تطيب العدس يولي يشد. وهذه طابت مرقتنا هكا مش معبيه برشا بالماء، باهيه باش كي تاكلها تلقى شويه صوص تبدا الشيحه برشا. كنتو ما تحبوها اشياء هكا زيت خليوها تطيب لين يشيح لكم الماء. توا نحطها في صحن التقديم ونوريه لكم. المرقه نتاعنا حضرت، وهذه منظرها كجات عاقده باهيه. كنتوما كان تحبوها زيت اعقد من هكا خليوها زيت تطيب شويه. ديجا هو العدس من بعد يشرب لكم راهو الماء كي باش تطفيو عليها. وهذه مرقتنا كسهله وسريعه، وسرتو انها القشره كما تنحاتش بقات شاده روحها هكا. لاستيس نتاعها ديما نفخوها قبل 3 سوايع، تنجمو حتى تنفخوها في الليل ومن غدوه طيبوها. ولا كان نسيتو هكا طيبوها في الكوكوت اسرع لكم، طيبوها وحدها ساعه في الكوكوت ومن بعديك حطوها في المرقه وعاودوا حطوها في الكوكوت تطيب مع بعضها باش تجيكم طريه. سورتو كان طيبتوها باللحم البقري، انا خاطر قعدت لي حكايه الساعه تطيب خليت باش اللحم يطيب لي بالكدا. وهذه مرقتي وان شاء الله تكون عجبتكم، سورتو اختي اللي وصتني عليها ان شاء الله تعجبك وتجربها ان شاء الله ربي يخلص وحلك. نجم حتى تعملها سلايطه زاده كتصمت العدس نتاعك ومن بعد تفوحوا شويه زيت شويه ملح شويه فلفل اكحل تجيك بنينه. ديجا هو العدس معروف معبي بالحديد، سورتو لصغيراتنا ماذا بينا ديما نطيبوا لهم هكا حويجات فيها البقول والخضره. وهذا البلا متاع اليوم، وان شاء الله يكون عجبكم وتجربوه وتعطيوني فيه رايكم. وان شاء الله نتقابلوا في وصفه جديده. وكان اول مره تتفرجوا فيا ما تنساوش باش تضغطوا على سابوني وعلى الجرس اللي بحذا سابوني باش ديما يجيكم جديدي. واللي وصيتوني زاده على الوصفات ان شاء الله بقدرة ربي باش نطيبهم لكم الكل. جوست اعطيوني الوقت، خاطر كل مره نجي باش نطيب حاجه نبدل راهي نطيب حاجه اخرى. ان شاء الله نطيب لكم كل شيء بقدره ربي. وهذه وصفه من الوصفات اللي طلبتوها مني. توا نقول لكم باي باي.